سيادة المستشار دي يوسف، هل في قضية لحد النهاردة ما شفتش حاجة زيها؟ انا كنت مدير نيابه الطفل، ففي مره جالنا بلاغ عثور على جثه طفل. الطفل ده كان تحت الدائري، طفل عنده 6 سنين 7 سنين، يعني موته، حطوا فوقيه طوب عشان يخفي جثمانه يعني. تمام، شيلوا الطوب، الولد فتح عينه ما ماتش. والله العظيم يا يوسف، احشائه باينه، يعني بطنه مفتوحه. هوب هوب، الظابط كان متحمس جدا، كان ظابط جدع، شاله وطلعوا على المستشفى. وانا رجعت النيابه، كلموني في التليفون، انا قلت هيموت، فقالوا لي تعالى، قالوا لي لا يمكن استجوابه. خد بالك ده ولد احنا لا عارفين مين ولا مين اللي قتله او شرع في قتله، ومين اللي عمل كده، ومين الشاهد الوحيد في القضيه. هو يا نهار اسود، ما عنديش غيره، طفل عنده 7 سنين، فانا يهمني انه يتكلم. رحت واخد بعض جري، واقول لك انا ما انساش الموضوع ده ليه بقى. ده كانت ليله ميلاد ابني، فانا فاكر ان الليله دي كنت انا المفروض بتستعد بقى تاني يوم، بقى عندنا بقى حدث عائلي يعني. طب فنزلت الشغل، فرحت قلت انا هروح المستشفى، قالوا لي في مستشفى كذا. كلمت السكرتير بتاعي اللي هو اللي بيكتب التحقيق، كنت بحبه يعني، مخلص وشاطر يعني. فقلت له ايه، قابلني في جامعه الدول العربيه الساعه ايه 11. قال لي، قلت له هروح المستشفى، رغم الدكاتره والظباط قالوا لي ده ايام وهيروح. طيران على المستشفى، قلت لهم انا عايزهم بس. وقفت للدكتور بره، قلت له بعد اذنك سيبني احقق معاه. قال لي يا باشا تحقق مين ده، في اعداد الموتى، ده منتهي، ده غيبوبه. قلت له معلش طب اسمح لي ادخل له. رحت داخل، الولد ضايع بطنه كانت مفتوحه، وخد بالك لما بطنه كانت مفتوحه دي دخل في امعاءه تراب، ده محطوط فيه طوب، يعني اللي عمل كده فيه ده يعني اقول ايه، كافر يعني. فبدات انا قاعد اكلمه واندهه باسمه، يا كذا يا كذا، وقعدت جبت كرسي وقعد جنبه بتاع، واتفتح عينه، مين اللي ضربك؟ راح قايل اسمه، اغمى عليه، خدت اسمه، رحت اثبتت جوه التحقيق ان انا دخلت جوه واتقابلت مع الطفل المجني عليه فلان بتاع، اجاب كذا، ورحت مبصمه على اقواله، لان انا قلت ده ممكن يموت، فده بالنسبه لي الخيط الوحيد اللي ممكن يشتغل عليه. انا كنيابه بتدي خيط للشرطه، يعني انت بتقول الشرطه اشتغلت بقى. فرحت خلصت، رجعت النيابه، تطلب تحريات المباحث حول المدعو فلان الفلاني اللي قال عليه. كويس، وطلع بالفعل الولد، عرفنا بقى خلاص، ده القصه مبدئيا ما ماتش، حي يرزق حتى الان. تمام، حضرتك بتتكلم بجد؟ والله سبحان الله. تمام. والداخليه بقى الشرطه اشتغلت على الاسم اللي جبناه، واكتشفوا بقى ان ده اللي ضربه ده، خد بالك انا اللي ضربه ده ولد عنده 17 سنه، ابوه رجل اعمال، مش هنقول رجل اعمال، تاجر في منطقه شعبيه، بس تاجر غني. والولد ده ابوه متوفي، وامه بتشتغل في المصنع بتاعه التاجر ده. فكان التاجر ده عايز يتجوز الولد على المتهم، فهدد الام كذا مره، هموت لك ابنك. فانتقاما منها راح ارتكب جريمه القتل دي التي لم تكتمل الشروع في قتل، وضبط واتجاب بابا واتجاب بتاعه قضيه، والولد تاني عاشه. فاهم؟ فالقضيه دي انا ما انساهاش لاعتبارات كتير يعني، خد بالك يعني، شوف قصه بقى لها 15 سنه، لكن الحقيقه ما انساش. بس هي شغلانه اللي بيشتغل في البوليس والنيابه العامه والقانون عامه على فكره، يعني حتى شغلانه المحاماه يعني. انا على فكره انا كذا، انا معايا في المكتب قضاه سابقين، بيسعدني يعني، بيسعدني ان هم انضموا لينا في المكتب يعني، وجنب الاساتذه المحامين. بس بحب استفيد من خبرات الناس اللي جايه من القضاء مع خبرات المحاماه دي، لما بتكتمل مع بعض بتطلع تيم قوي. لان المحامي العادي عنده حاجات مش عندي، فيها تفاصيل مش عندي، صح. في حاجات بره الاوضه انا ما اعرفهاش، انا كنت جوه النيابه، ايه اللي بيحصل بره ما اعرفش. فمعايا ناس اللي عارفه، ومعايا القضاه كلهم عدوا بتجارب وخبرات زي اللي انا بحكيها لك دي، فبتفيدنا لما تيجي تمسك كيس او تمسك قضيه.
حتى انا بقول لهم احنا المكتب عندنا او اللو فيرم عندنا قلبت نيابه، لان انا خلاص بقى فلان بيه جبلاوي وعلان مهدي. بيه صح. الاسم نفسه يعني في حد ذاته يعني. يا نهار ابيض، بس دي قصه، دي قصه مجنونه، قصه انسانيه جدا، قصه انسانيه جدا دي فعلا. حقيقه وبتعرف على فكره يعني. خد بالك يعني انا ساعات انا من النوع اللي بتفكر في الحاجه يعني. انا جات لي فتره كل سنه بتنقل، مم. يعني كنت ماسك نيابه دار السلام، طلعت منها السنه اللي بعدها الخليفه والمقطم، السنه اللي بعدها رئيس نيابه المعادي، اللي بعدها العجوز، اللي بعدها مكتب النائب. ان انت في حياتك عامه واحد خليك جريء. خليك جريء. طبعا يعني انا كل الدنيا بتقول لي ما تروحش، طب انا هخسر ايه لو رحت؟ قالوا لي مستشفى يعني واحد كان ممكن غيري يطنش، صح يعني ممكن يقول لك ما خلاص، ما المستشفى الدكاتره بيقول لك ما ينفعش تاخد اقواله اصلا، همشي هثبت كده وامشي وما قالش حاجه. خليك بتسعى، خليك بره الصندوق. حتى وانت بتشتغل في اي، انا بقول لك انا قانوني بشتغلها بقى محامي، بشتغلها نيابه، خد المبادرات اللي الناس بتخاف تاخدها وجرب، جايز توصل نتائج مختلفه. يعني هتخسر ايه؟ مش هتخسر حاجه، جايز تراجع حق حد يعني. ايا كان وظيفتك كقانوني فين يعني صح. بتلعب الدور فين، بس يلا. عاده قضايا الدم بيبقى الحاجه الحافز الاساسي ايه؟ فلوس ولا يعني مثلا دي بقول لك، دي مثلا كان حافز انتقام عشان حاسس ان انتقام؟ ابوه هيتجوز على امه، فمثلا يعني في حاجات تانية الدافع لارتكاب الجريمه بيبقى سرقه. سرقه. في ساعات حاجات انت بتشوف وقائع اللي اغتصب واحده وقتلها، مم. اللي يعني مش عارف اقول لك ايه يعني ايه اكتر حاجه حضرتك بتشوفها في مصر او في خبرتك السابقه وخبرتك دلوقتي كمحامي؟ اه ايه اكتر حاجه بتشوفها في مصر اكتر حاجه ايه كجريمه؟ كجريمه كقضايا دم؟ بص، هي اغلب قضايا الدم عندنا ليها علاقه بحاجه في القانون اسمها ضرب افضى الى موت. يعني هي خناقه مش مقصود منها القتل العمد. خد بالك، قتل عمد، قتل عمد ان واحد، انت عارف في القانون في حاجه اسمها قتل عمد مع سبق الاصرار والترصد، ماشي، اسمها ده كده، ممكن حضرتك تشرح لي ده إيه؟ يعني بنسمعها في الافلام. مم. تمام. سبق الاصرار والترصد ده يعني حد كان محضر يعني. مخطط، مم. تدبر، راح اشترى السلاح مش عارف منين، وجاب مش عارف ايه، جاب اشترى السم مش عارف من ايه، وجاب زي الافلام وحط له، وفي الحياه كده، وحط له مش عارف ايه في ايه، وجاب له مش عارف ايه، فاهم. لكن الاكتر في عندنا قتل عمد بالشكل ده لا، الاكتر عندنا غالبا خناقه، والخناقه كانت مع الاسف وصلت لهمجيه. مم. فتلاقي واحد، يعني انا كان اكتر حاجه بتجيلي اتعلمت، خد بالك انت الشغلانه دي او اللي كنا بنمتهنها بتعلمك الطب الشرعي، التشريح واللي بتفهمه، يعني كان بالخبره. يعني كان يجي لي مثلا واحد يقول لك ايه ده مصاب بطعنه في الفخذ الايسر، بكده كده في التقرير، الفخذ الايسر معناها ايه؟ وانا في النيابه انزل فورا خد اقواله هيموت، بجد؟ لان فيش ده هنا في شريان. اه. ده لو ممكن انت وحظك كنا الفخذ الايسر، يلا بينا يا رجاله روح بسرعه، لانه زي ما بقول لك دايما هو بيبقى الشاهد الوحيد في القضيه. طب ما انا عايز اعرف الشاهد ده اتضرب ازاي، صح. فبتروح لكن الاغلب قضايا الدم ايه، ما اقدرش اقول لك احنا مصر مثلا بيقوم فيها قضايا الطار، رغم ان فيه، بس هي مش هي دي، او قضايا القتل بالسم. بس هو الطار لسه موجود موجود فعلا. طبعا، موجود بس ما بقاش زي زمان، بس موجود. ما انت عندك برضو في مناطق وفي ناس الثقافات المختلفة، فبحس انه عايز يطلع بره اطار القانون يعني. ودي حاجة على فكرة انا ما بنصحش بيها ابدا. يعني احنا عندنا في المكتب مؤخرا جالنا حد يعني طلب انه يقابلنا، بيستشيرنا في امر، انا اللي بيطلب يقابلني بقابله واقول له اذا كنت هاخد القضيه دي او لا، واخدان القضيه او رفضها مش فلوس، حماس. مم. تمام. ان انا حتى قضيه صعبه مفيش مشكله، يلا تمام. قصه واحد كان مدي فلوس لواحد يشغلها له، حاجه كومن جدا وناس محترمه وساكنين في منطقه كويسه، ادى فلوس لحد هيشغلها شراكه بزنس 4 5 مليون جنيه، لقى البيزنس بيخسر، ما ادالوش عائد، فاتت 6 شهور، فاتت 6 شهور كمان، فاتت سنه، الراجل عايز فلوسه. بدل ما يبادر للطريق الصحيح عمل ايه؟ هو من اهل الصعيد، كلم عيلته، راحوا واخدين الراجل خاطفينه، الراجل الكبير اللي اتخطف ده حاجه و60 سنه، عربيه
على الصعيد، على اسيوط، مزرعه، اتكتف، ضرب، الكتريك، امضي على اصالات امانه، امضي على مش عارف ايه، وتغيب بقى عن منزله ومسكنه الفتره دي اسبوع مثلا. اهله بلغوا الشرطه، الشرطه شاطره، مين خلافات مع مين فين، سهله، تبدا تمسك الخيط. ده مسلف فلوس اللي مش عارف مين فين، طب يلا ده نروح نشوفه. تتبعوا جابوه من اسيوط، مأمورية من اسم الشرطة طلعت اسيوط، جابوا المجني عليه وجابوا المتهم وبتاع. شوف بقى، فانت ازاي انا صاحب حق؟ انت لو فكرت في الموضوع صح انا مسروق، انت مش بالظبط، انا منصوب عليا. فزي ما بيقولوا اخذ الحق حرفه، بس دي مش حرفه، يعني ده عبث. يعني انت طبيعي ان انت تروح تبلغ فعلا. يعني ساعات انا بقعد اقول، يعني دايما اي حد يقول لي حاجه، حتى انا ساعات بهزر مع اصحابي كلمه بالبلدي كده، اقول له، يقول لي مش هقول له بس ابلع عليك الاول، يعني اهدى، ما تاخدش القرار وانت منفعل. بالذات الحاجات دي هترتكب مصيبه. انت راجل بقيت متهم في جنايه خطف وتعذيب واحتجاز والكتريك واصابه اكراه على توقيع، ما دي جريمه. خد لك 15 سنه اللي احنا بنتكلم عليه. يا نهار اسود، هتضيع. واهله بقى طبعا محتاسين بيه، قاعدين بيلفوا على المحامين، صح. فاهم؟ وممسوك تلبس. تعرف التلبس ده يعني، هم رحنا لقينا الراجل ولقينا الورق ولقينا البتاع. فعشان كده ما بنصحش حد خالص، يعني فكر وبلاش ناخد حقنا بهمجيه. طار بقى مش طار، ليك فلوس ليك دين، بلاش الهمجيه، غلط. يعني خد بالك، احنا عندنا في مصر لما الناس بتتكلم عن الجرائم، حتى على منظمات المجتمع الدولي، يعني لما يجي يقول لك جرائم العنف ضد المرأة، جرائم التحرش، الست اللي بتبلغ بالتحرش جدعة، ما اتكسفتش. لان خد بالك التحرش ده في قانون اسمه يعني هتك العرض، يعني ده وكيل النيابة بيبتدي يعرف تفصيل اللي حصل ايه. صح. الجرأة بقى انها تروح، انا هاخد حقي وهخلي الراجل ده عبرة. اصل التحرش ده حاجة يعني سلوك غير آدمي، سلوك حيواني. وانا معجب جدا بالناس دلوقتي بتصور وتبعت على صفحه وزاره الداخليه، وزاره الداخليه يجيبوا الراجل من قفاه تاني يوم. حاجه جميله جدا. الحاجات دي مضره، مش عايز اقول لك ايه، بالاقتصاد القومي. يعني لما سياح يجوا مصر الولد يتحرش بيهم، سمعه البلد هتبقى ايه؟ صح. فيها تحرش، ما تروحوش هنا. عشان كده مبسوط بالاكشن اللي بيحصل ده. والست تروح كده ست جريئه، خد حقك بالقانون، ثق انك هتعرف تاخد حقك بكل حال من الاحوال. عندك كذا تسلسل بتمشي بيه. انا رايح محضر الشرطه، الشرطه هتنزل تعمل اكشن، النيابه معاك محامي بيجري ورا الموضوع بتاعك. يعني حتى لو في النيابه فيها زي لسه بقول لك فيها 40,000 جنحه، بس في محامي بقى انت اتفقت معاه عايش لك، هو بيصحى من النوم القضيه بتاعتك هيحصل فيها ايه. ثق بقى في المنظومه القضائيه القانونيه دي كلها. كان في قضيه قبل كده عدت على حضرتك كان المتهم بريء بس الادله ضده؟ بص اقول لك حاجه برضو، معلش عشان ما بقاش بقول كلام. انا عندي قناعه، اصل خد بالك بريء والادله ضده فانا حبسته، يعني واحد بريء انا حبست واحد بريء، لا. النيابه العامه في مصر هتحبس واحد بريء؟ لا برضه. الحبس بتاع النيابه اسمه حبس احتياطي، يعني ده مش عقوبه، هو ليس بعقوبه، ولكن ده ليه اسبابه في قانون بحبسه. خايف ان انت تروح تعمل مصيبه لو طلعتك، خايف. ساعات بيبقى حمايه على فكره، بالاهل الناس ما يموتوك لو طلعت. لكن ان واحد يعدي، بص يا يوسف، الشرطه حققت، قالت ان الراجل ده متهم. جت النيابه حققت، قالت انه متهم وفقا لادله، مش من فراغ. النيابه دي اصلا فيها حاجه اسمها تبعيه تدريجيه، يعني وكيل النيابه فوقيه رئيس نيابه، رئيس النيابه فوقيه محامي عام، محامي العام فوقيه حاجه اسمها محامي عام استئناف، فوقهم النائب العام. يعني ما حدش بيشتغل من دماغه، بتتراجع 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 بتتراجع. الناس دي كلها لقيت انك متهم، رحت المحكمه، المحامي جه يدافع عنك، النيابه جت مش عارف ايه، القاضي لقى انك متهم، حكم ضد، استأنفنا، لقوا انك متهم، طعنا بالنار، يبقى انت متهم خلاص. فاهمني؟ يعني انا ما بقتنعش. ممكن ياما في الحبس مظالم دي بقى اللي بتتقال، بس دي مثلا معناها ايه؟ ان واحد رمى عليك بالباطل اتهام. بس هل ده، بقول لك حاجه، مره زمان وانا في نيابه الطفل دي كانت كويس، جات لي واحده المفروض انها بتبلغ انها مغتصبه، ان في 5 تناوبوا اغتصابها، 5
ومقبوض عليهم جم، ومدخل طبعا ناس مستوى شعبي خالص يعني، مدخلين البنت شايلينها عامله كده. انا بقى شفت المنظر، لا اله الا الله، هجيب لك حقك. دور بقى وكيل النيابه ده، تمام. ف وجبت العيال بصوا هتاخدوا جزاكم، مش عارف ايه وفي لحظه كده، في لحظه تجلي في وسط التحقيق كده، اديته، كنت انا مدير النيابه فبسند التحقيق لوكيل نيابه يشتغل وانا بتابع يعني. ما نوديها الطب الشرعي. الطب الشرعي ده اجراء بياخد وقت طويل يا يوسف يعني، هي كده كده هتروح، بس بيجي لي ريبورت تقرير ممكن يقعد شهر. اوكي. بس هبقى حبست العيال دي شهر. فقلت موديها الطب الشرعي، كنت هوديها تاني يوم، قلت موديها دلوقتي. جبت امين شرطه يطلع بيها على الطب الشرعي. قلت له وخليني اكلم حد من الدكاتره هناك. كلمت الدكتور، قلت له بقول لك يا دكتور، ما أصلها لا مغتصبه لا مش مغتصبه، صح. كشف سهل. قلت له لحد ما تكتب قول لي بس بالتليفون هي ايه. قال لا يا فندم دي بكر. قلت له بكر؟ جايين شايلينها وقاعده بتعيط، تشتغلنا. يا نهار ابيض. غيرت بقى خليت سبيل الناس، وكنت هحبس البنت يعني انت فاهم، غيرت الموضوع يا كله. نهار اسود. طب ما ده تبلي. كانت العيال دي هتفضل محبوسه شهر بقى لما الطب لحد ما شرعي. التقرير يجي، وبعد كده اخلي سبيلهم. دي مرحله حبس احتياطي، دي ممكن يبقى واحد فعلا فيها مش مظلوم، لكن ما فيش دليل يخلينا نخرجه، فاهم. بس ممكن حد يرمي بلاء على حد، بس لازم بقى انت تزق الدنيا وتحرك الامور بسرعه، الحق الراجل هيتحبس ضلال، فاهم. بس يتحكم عليه حكم وينفذ عقوبه في سجن، لا. واحد بيتعدم هو اكيد يستحق الاعدام. هل في قضايا اعدام في مصر؟ بمعنى ايه قضايا؟ ما هي قضايا القتل. قضايا القتل العمد عقوبتها اعدام. وفي ناس بتتعدم؟ اه طبعا. وحضرتك على فكره من ادوار النيابه انه يحضر تنفيذ حكم الاعدام. يحضر التنفيذ؟ يحضر تنفيذ. لازم يحضر؟ بيحضر وكيل نيابه، بيمضي على محضر الاعدام، ده محضر. يعني احنا زمان كنا اول ما بتتعين في النيابه بتدخل حاجه اسمها معهد الدراسات القضائيه، على ايامي كان اسمه كده. ده بيديك زي كورس تدريبي 6 شهور، ودلوقتي برضو في نفس الكلام بس تحت مسميات تانية. فكان ياخدك بقى الطب الشرعي، يقول لك بقى ايه، تعالى عندنا تشريح يا اولاد، تعالوا اتفرجوا عليه. فاحنا بقى اعوذ بالله، عايز هو بيكسرك بقى من اولها عشان ايه تشوف يبقى قلبك جامد، تعرف ايه تشريح انا كنت بقول لك ايه، كنت بتكلم على الموضوع. حضرتك كنت بتتكلم على الاعدام، ان ده محضر بيتندي عليه. محضر بيتندي عليه، تمام. فكان بيودونا ارشيف، حاجه اسمها الميكروفيلم. الميكروفيلم ده حاجه قديمه، اللي هو زي الاسكان كده، تمام. بيجيب لك القضايا القديمه، تمام. يعني مثلا يجيب لك تذاكرها تبص عليها تاريخ. فجابوا لنا قضيه ريا وسكينه. بجد؟ موجوده ارشيف على فكره. انت جايز لو عملت جوجل تلاقي حاجه شبه كده. فكانت حاجه بالنسبه لي مثيره جدا يعني. معمول فقريت المحضر بتاع ريا وسكينه تمام. سنه بقى مش عارف 1920 ولا 1940 حاجه كده يعني. فشفت بقى محضر الاعدام، اتعدموا، وكل واحد بيقول ايه قبل ما يتعدم يعني. فشوف بقى رايه بتقول لك السجن للجدعان، اخر حاجه قبل ما تقولها الكلام جد. والله فاهم. ومش عارف ايه، ما دي ناس خد بالك يعني، طبعا كده قتالين قتله بقى، قتالين قتله فعلا أيوة. يعني مش هزار يعني. فقصدي في اعدام في مصر في القضايا اللي بيثبت فيها استوفى كل بقى درجات التقاضي واتحلت اوراقه للمفتي. ده انت خد بالك، ده انت بتحال اوراقه للمفتي يعني. المفتي بياخد القضيه يقراها يقول لك اعدام فعلا، قصاص، فهمت. بس انت عندك بقى حاجه جديده بقى، هتلاقي ناس كتير هيتكلموا عليها الفتره المقبله. قانون الاجراءات الجنائيه ده قانون الكتالوج بتاع المحاكمه. يقول لك وكيل النيابه دوره ايه؟ ليه انه يحبس 4 ايام، القاضي ليه انه يجدد 15 يوم بمدد مش عارف قد ايه، القاضي يعمل ايه في المحكمه، كتالوج المحامي ليه ايه، استئناف امر الحبس. الكتالوج ده السنه اللي فاتت في مجلس النواب تم تعديل قانون الاجراءات الجنائيه، تمام. ده حاجه حدث كبير جدا يعني، هو شبه اتغير خالص لمتغيرات الاحداث بتاعت مجريات القانون. يعني احنا في 26 فاكيد مش هشتغل بقانون كل شويه نعدل حته، لا اتعدلت حاجات. من ضمن التعديلات في ماده في القانون قالت يجوز التصالح في قضايا القتل. يجوز التصالح في دي كانت خد بالك قضيه القتل دي ما كانش فيها تصالح.
ينفعش حد يجي يقول دي الورثه بقى، ما هو الراجل مات تمام، يجوا الورثه باعلام وراثه احنا عايزين نتصالح، كنا نقول يا عم اتكل على الله ده هيتعدم يلا بالسلام. دلوقتي يجوز التصالح في قضايا. بس تحت بنود ايه يعني؟ لو وكيل لغايه الصلح مم. بيبقى الموضوع خلص في الاخر بقى، دفع فلوس للاهل ده مش عارف ايه، ممكن يجوا قدام المحكمه ويقولوا احنا عايزين نتصالح، الورثه الشرعيين عايزين نعفو عن هذا نتصالح، ويجوز. فبالتالي المحكمه، حتى لو ده اعدام. بس خد بالك من كلمه ايه يجوز، يعني ممكن وممكن وممكن يعني لا. ممكن يقبل. ما انت ما يجيش مثلا واحد بقى راح مقطع بقى وعامل مش عارف ايه وبتاع، وورثه جايه تتصالح، انتوا بتهرجوا، ويطلع البني ادم ده للمجتمع تاني ازاي اصلا؟ صح. ما انا كنت لسه عايز اسال حضرتك ازاي طبعا. بتقدروا توازنوا ما بين ما هي جوازيه بقى. القانون الاجراءات الجنائيه ده هيتم تطبيقه من 1/10 الجاي 26، فدي مثلا ده حاجه جديده في قانون. يعني النهارده انا راجل محامي ممكن يجي لي قضيه قتل، واحد قتل واحد، ابتدي اسعى لصلح مع اهله يا نهار ابيض. انا ما كانش واقنع موجود قبل كده. عشان اقنع المحكمه انه يجوز يا فندم، فاقنعهم انه يجوز، يعني اقبلوا الصلح. الراجل ده مش مجرم عتيد الاجرام، مش عارف ايه بتاع يعني، وهكذا يعني فاهم؟ لو في حد بيسمعنا دلوقتي بكره الصبح لقى نفسه في الاسم، كويس. ايه اول حاجه يعملها وايه اول حاجه يقولها؟ بص بقى، أصل ده موضوع يطول شرحه. اولا طبعا بحكم ان انا جاي من القضاء والنيابه العامه، اشتغلت يعني فوق ال 20 سنه، فانا كنت معاشر الاقسام والبوليس والكلام ده. يمكن كنا بنقول للظباط حتى يتكتب ايه في المحضر وما يتكتبش ايه في المحضر. لكن لو واحد رايح لاسم، هيجي في دماغي او هيتبادر في ذهني عده اسئله. اول حاجه رايح ليه؟ رايح مبلغ مجني عليه ولا متهم؟ سؤال. رقم 2، طب رايح مبلغ، رايح يبلغ بايه؟ طب رايح متهم بايه؟ بس هو بكل حال من الاحوال النصيحه دايما، مش عشان انا دلوقتي شغال محامي يعني، مش بروج للمحاماه يعني، بس هو طبيعي يبقى معاه حد بيفهم قانون عشان ما يتدبس، لان ممكن يروح يقول كلام لو انا ببلغ الكلام ده مبقاش قانوني فما يجيبش الصدى اللي هو عايزه. او ممكن رايح متهم، لا ليه حقوق وليه حاجات لازم يعرفها. يعني احنا طبعا مش زي الافلام الامريكاني بقى هنجيب لك في الاسم محامي والكلام ده النيابه بتجيبه، بس مهم ان يبقى معاه محامي. بس الاول يتعرف مجني عليه ولا متهم، ورايح يبلغ بايه او متهم بايه، دي حاجه محتاجين نعرفها. فاديني مثال وانا اقول لك. لو انا دلوقتي بكره الصبح لقيت نفسي في الاسم، لقيت نفسك ممسوك مقبوض عليك مثلا، مقبوض عليا، ماشي، بايه؟ اتقبض عليا في حادثه، او اتقبض عليا ان انا حد بيتهمني بحاجه انا ما عملتهاش. يعني خلينا ناخد مثال الحادثه ده، مثال كومن يعني، ودي في القانون اسمها الجرائم غير العمديه، يعني دي الجرائم اللي انت مش قاصدها، فاللي بيرتكبها مش متهم فعلا يعني، مش كريمنال يعني، انت فاهم. حادثه مهم جدا وانت رايح هناك تبقى عارف عربيتك دي فين، اتعمل على المكان الحادثه دي معاينه ولا لا، انت نفسك معاك رخصك ولا لا. طب الحادثه دي حادثه عربيتين خبطوا في بعض، ولا حادثه انت خبطت واحد؟ خبطت واحد، طب الراجل ده حالته ايه؟ الراجل ده عايش ولا ميت؟ ليه تقرير طبي ولا مش تقرير طبي؟ اهله فين؟ يعني في شويه حاجات كده تبقى انت مستعد بيها وانت رايح. هي جريمه كده كده ما فيهاش حبس الا لو واحد متهور، يعني اللي هو طلع فوق الرصيف شال الناس وهي ماشيه في البتاع، وفي كده في الحياه يعني. حصل كده في طبعا قبل كده في سواق ميكروباص تلاقيه طالع، يعني النيابه في الحالات دي بتحبس يعني إن ده متهور. لكن حادثه عاديه واحد بيعدي من طريق غلط فخبط فبتاع، يعني غالبا هيروح لاسم وهيروح نيابه ويتحقق معاه في النيابه ويتاخد اقواله في النيابه وياخدوا فيه قرار ان هم هيخلوا سبيله. لكن لازم تبقى متاكد ان انت رخصك مظبوطه، تبقى عارف انت معاك رخص ولا لا، يعني ارتكبت الجريمه. لان تخيل بقى واحد عمل حادثه ومعوش رخص، صح. فبتحط نفسك بقى مكان بتاع النيابه اللي بيجي بقى هيحقق معاك او الشرطه، هي اول سؤاله معاه رخص وكمان معوش رخص. السؤال التاني بقى هيروح قايل لك طب والرخصه منتهيه؟ لو الرخصه انت مش مجددها وكمان الرخصه منتهيه. عشان كده دايما بقول انا عايز اقول لك، انا ساعات من باب الاصدقاء بقى، لان دي اللي انت المثال اللي انت بتقوله ده المثال اللي ممكن نتسال عليه كتير جدا صح. جدا جدا جدا. لو عربيه، هديك حاجه دلوقتي عربيه، انت معاك عربيه يعني مش عارف اقول لك ايه، يعني شوف ايه عربيه حلوه، عربيه غاليه اكس 6 مثلا، وواحد بعربيه لادا خبطوا بعض، فانت الدمج عندك بجد مؤلمه، صح. تمام، ماديا ونفسيا، كويس. ف فانت لو كلمت جمال، سواء جمال ايام ما كان في النيابه او جمال دلوقتي هو بيعمل في المحاماه، فبتقول لي اعمل ايه؟ هقول لك اعمل محضر.
ويعمل محضر. النتيجه ايه من المحضر ده؟ هتتصدم. لما عربيه بتخبط عربيه، دي في القانون حاجه اسمها اتلاف باهمال، يعني هو مش متعمد يخبطك، كويس؟ ايه عقوبته في القانون؟ غرامه تقريبا 100 جنيه. حضرتك كام بجد؟ دي العقوبه. غرامه 100 جنيه؟ 100 جنيه، جنيه 50 جنيه، مش متذكر بالظبط نص الماده يعني في الحته دي يعني. فما بقول لي كده اقول له بص، انت مأمن على العربيه؟ قلت له طب هو بيطلب منك تعمل محضر عشان التامين، اعمل محضر عشان التامين. قلت له الراجل اللي خبطك ده، انا مش بنصح حد ما ياخدش حقه قانوني يعني، لا ياخد حقه ويعمل محضر ويرفع قضيه تعويض، وسكه يقعد فيها سنه ونص عشان يعرف يجيب الفلوس بتاعته. بس ساعات بقول بقى للاصدقاء يعني اشتري دماغك، اللفه دي 100 جنيه، وبعديها هتاخد لما يتحكم عليه بال 100 جنيه تاخد بقى المحضر ده ترفع بيه قضيه مدنيه، تقعد في المحكمه اتليست 1 يير. يا نهار ابيض. بعد ما تاخد الحكم، خدت حكم، جبت الفواتير بقى وجبت البتاع، انا عايز منه بقى ال 400 500 الف جنيه دول عشان تنفذ بقى الحكم المدني. انت عارف المدني غير الجنائي يعني، بالك يعني في شويه داتا كده ممكن مش كل الناس تعرفها يعني، ان ايه الفرق ما بين الاثنين؟ القضاء الجنائي اللي هو قانون العقوبات، الحاجه اللي عقوبتها غرامه، حبس، سجن. المدني ده المعاملات المدنيه اللي بينهم وبين بعض. انت عندك شركه مأجر بتاع، الايجار خلص مش عايز تمشي، فالراجل عايز يطردك، رفع عليك قضيه طرد، قانون الايجار القديم، قانون مش عارف ايه. ده بيبقى عقوبته دايما المدني، الاحكام بتاعته الزام يوسف بدفع مبلغ كذا، الزام يوسف برد الارض، الزام يوسف بانه يخرج من الشقه. مش عقاب، مش عقاب، لكن الجنائي عقاب. اوكي. ده يتحبس 6 شهور، ده سنه، ده سجن، ده اعدام، ده الخطين. فمثلا الحادثه، شوف الحادثه، شوف انت بندي مثال بسيط جدا، الاتلاف باهمال ده، شوف ممكن تخش بقى في جنائي اللي هو عقوبته بسيطه جدا. يعني ساعات الناس على فكره ممكن يبقى واحد مأمن بس مغلول، عايز يحس انه خد حقه، ولا ما ينفعش، لازم اخد اكشن، فاهم؟ الاكشن اللي هتاخده ده عشان تضايقه غرامه، يعني موضوع بسيط جدا، فاهم؟ امتى ابقى فعلا محتاج محامي؟ انت على طول محتاج محامي. انت انا عايز ونتكلم بصراحه، انت طول ما انت داخل سلك او داخل مجال، يعني تعالى نقسمها كذا تقسيمه. انا واحد زي ما قلت لك، هو في جنائي وفي مدني وفي تجاري في اسره. طيب انا واحد اتهمت بجريمه جنائيه او ارتكبت ضدي جريمه جنائيه، اتسرقت، عايز ابلغ، هحتاج محامي. اتخانقت مع واحد انا ضربته، ما هو وارد، ما هو برضه في ناس ساعات بتبقى يعني صح. يعني حد استفز واحد في صح. موقف فراح لطش واحده لا التاني عمل له محضر جنحه ضرب وفيلم وبتاع، هتحتاج محامي. فانت سواء متهم او مجني عليه او تعرضت للموقف هتحتاج فيه محامي. طب انا عندي شركه، طب ما انا هحتاج فيها محامي، مين اللي هيعمل لي العقد؟ عندي حاجه مدنيه ليا فلوس عند واحد ما دفعهاليش، هحتاج محامي. طب عايز اسس شركه اصلا، هحتاج محامي. واحد اجنبي وعايز يعمل اقامه، هيحتاج محامي. المحامي ده شخص محوري في الحياه، عشان كده دايما حتى بتلاقي مثلا في امريكا، في اوروبا، تلاقي المحامي ده شخص غني دايما. صح. لان المجال مفتوح. صح، بتعمل عليه مسلسلات. بتعمل عليه مسلسلات، بالظبط. وده ومش هتلاقي حتى لو، يعني مش عايز اقول لك يعني، لو حتى لو المسلسل مش بيتكلم عن المحاماه زي سوتس والكلام ده، تلاقي مسلسل عادي جدا فيه محامي معانا، ده عايش معانا يعني، انت فاهم؟ بس لما اجي اختار محامي ازاي صح؟ بص بقى، انت هيبقى قدامك في الحاله دي حاجه من الاثنين. انا حاسس ان انا كل اجاباتي اللي بقولها لك هتختار حاجه من الاثنين تمام. لا تروح مؤسسه قانونيه فيها التخصصات كامله، يعني المؤسسه القانونيه دي ممكن يبقى فيها بتاع المدني وبتاع الجنائي وبتاع الاسره وبتاع، وتروح تسلم نفسك يا جماعه انا عندي الوضع، يقول لك الكيس بتاعتك، هتروح لفلان هتقعد تتكلم معاه ويقول لك الدنيا هتمشي ازاي. انا مثلا في واقعه جنائيه، فانا عايز حد من الاسامي الكبيره في الجنائي، او حد ذو خبره جنائيه قوي، فهنقي بقى بالاسم، هقعد ادور مين الاسماء الكبيره في الجنائي، وادور على الريبيتيشن بقى بتاعته. صح. طب الراجل ده جاي لي منين؟ يعني ده محامي، انا بقول ده محامي جنائي شاطر منين؟ من الهيستوري بتاعه. طب الهيستوري بتاعه ايه؟ كسب كام قضيه؟ صح. اشتغل كام قضيه؟ شاف كام قضيه؟ اصل عارف شغلانه المحاماه دي خبرات، يعني كل ما عينيك بتشوف كل ما بتكتسب خبره. عشان كده حتى في القضاء سن المعاش 70 سنه، يعني تلاقي كل الدنيا 60 سنه، القاضي 70 سنه، صح. لان كل ما بيكبر كل ما خبرته بتزداد وهكذا يعني.
لو حضرتك تنصح حد دلوقتي فجأة لقى نفسه في الاسم بحاجة ما يعملهاش، ما يعملش ايه؟ يعني لو انا فجأة فعلا هقول لك انا اه تحديدا، يعني واحد لقى نفسه متهم في الاسم، ما يمضيش على حاجه غير لما يقراها. ما يمضيش على حاجة غير لما ما يقراها. يمضيش على محضر غير لما يقرا المحضر. بعض الاحيان احنا بنتكلم، خد بالك برضو، ما بقاش بكرر نفسي، انا راجل اشتغلت في النيابه والقضاء فوق ال 20 سنه، وفاهم منين بتيجي يعني او المعتاد في اقسام الشرطه. واللي بقوله ده على فكره اللي تعرض لموقف هيبقى فاهمه، واللي شغال في المجال هيبقى فاهمه. انت ممكن تلاقي الشرطه جت تعمل محضر، فتقال احنا سالنا المتهم انت سرقت فلان، فاعترف بارتكابه الجريمه، ويمضي. يجي النيابه، لا انا ما قلتش كده. يا بس ده بيحصل. بيحصل على فكره يعني، بس بيحصل مش اجبار من الشرطه او من الداخليه. بعض الاحيان لما اللي اتقبض عليه ده رايح الاسم، مبدئيا هو في حاله رهبه شديده، يعني ان واحد يتقبض عليه وبوليس ماسكك ومكلبشك وبتاع، وفي البوكس امضي هنا حاضر. صح. ما قراش. بس هو حقه انه يقرا. حقه. ومحدش يقدر يلزمه لا ان هو لا، ما يقراش. تمضيش. اصل خد بالك الشرطه في الاخر هي بتطبق قانون، يعني هي صح. جهه انفاذ قانون. فلما انا اقول انا حقي ان اقرا قبل اقرا المحضر يا فندم. مش كده اللي انا بقول ليه لما انت بتقول لي محامي في انهي خطوه؟ في كل الخطوات. معايا محامي ليه اقرا؟ يجي هو يقول له هو خايف، اقول له لا استنى، تيجي نقرا المكتوب ايه. صح. هل في ناس ما بتقراش؟ اه طبعا. المعظم ما بيقروش. اللي بيمضي يا باشا، انت في موقف صعب. خد بالك المقبوض عليه ده في موقف سيء، جوه اسم شرطه مقبوض عليه في جريمه. الجريمه دي بقى هو قصده حد اتبلى عليه، فهو في موقف مش حلو، فهيمضي عشان عايز يروح النيابه والدنيا تمشي، وفاهم يعني عايز يدخل في الاستبل، عايز يطلع من هنا، يعني هدفه امضي عشان تمشي من هنا. وانا بيتحقق معايا. تمام. تحقق معايا فين؟ عايز يعني حضرتك اديني اديك اقول لك حاجه. اديني. الشرطه ليها انها تعمل حاجه اسمه سؤال على سبيل الاستدلال، تسالك ومحضر. سؤال على سبيل الاستدلال ده اللي هو محضر، اسمه محضر جمع الاستدلالات، محضر الشرطه. جميل. بتسال س ج برضه وبتمضي عليه كويس. النيابه اسمه تحقيق، النيابه بتحقق معاك، سواء بقى كمجني عليه كمتهم، وات ايفر بقى حالتك عامله ازاي فيها. والقاضي ليه انه يحقق معاك. القاضي ليه في المحكمه ممكن يلغي كل اللي فات ده ويستارت يقول لك لا هات لي الشاهد، عايز اسمع كويس. طبعا حقه، ده القاضي. طيب لو انا، هل في حاجه بتجمع الثلاثه؟ يعني هل في حاجه انا لازم اعملها او ما اعملهاش او ابقى مركز فيها جدا واخد بالي منها تجمع في الثلاثه؟ لو انا اللي هو السين جيم مع الشرطه، او وانا بيتحقق معايا في النيابه او مع القاضي. يعني ايه تجمع من الثلاثه؟ يعني حاجه يعني كومن يعني مثلا؟ حاجه انا كيوسف مثلا عمري اتحطيت في الموقف ده، وان شاء الله ما اتحطش فيه، بس يعني انا عمري اتحطيت في الموقف ده. ايوه بالظبط. كلمني. ان شاء الله طبعا ان شاء الله. بس لو انا دلوقتي اتحطيت في الموقف ده، ايه اللي حضرتك تبقى عايز تقوله لي يبقى على ذهني ابقى مركز فيه؟ لا ما بص بقى، ما هو ده هيبقى على حسب نوع الاتهام او نوع الموضوع بتاعنا ايه. بس هو اللي اكيد ان الكلمه جوه التحقيق بتفرق. الكلمه جوه التحقيق بتفرق. خد بالك النقطه، التحقيق ده عباره عن ايه؟ في قانون ليه مواد. ماشي. مواد القانون ده يعني تلاقي مثلا ايه، مثلا يوسف في السرقه مثلا، اللي بيسرق الصبح غير اللي بيسرق بالليل. العقوبه اشد فعلا بالليل، اشد من الصبح. فلما بيجي وكيل النيابه يحقق مع اللي اتسرق، يقول له انت سرقت الصبح ولا بالليل؟ يقول له امتى حصل الكلام ده؟ يقول له بالليل. السرقه جوه بيت غير بره بيت. الشغاله او الميد اللي بتسرق غير السرقه العاديه، لان الشغاله دي فيها خيانه، يعني انها كانت شغاله عندك وخانتك، فعقوبه اشد. حرفيا الكلمه بتفرق. فشوف بقى كل حاجه ليها حاجه. فالتحقيق ده عباره عن ايه بقى؟ هو بيحقق عشان يعرف حقيقه الموضوع اللي اتقال ده صح يساوي ايه، عشان بعد كده يقول دي عقوبتها 6 شهور، دي عقوبتها سنه، دي مش. فالكلمه بتفرق في اللي بيتقال وفي الدليل. في وكيل نيابه مثلا هو بيحقق يقول لك في شهود. يعني احنا دلوقتي واحنا في المحاماه ابقى دايما حد يجي لي يقول لي عندك شهود؟ عندك كاميرات مصوره الموضوع؟ يعني بتفيدني، يعني انا ممكن انا اجي اقدمها للنيابه. ما هو وانا بلعب بقى، خد بالك انا بلعب جيم المحقق.
لما العب الجيم من بره فانا فاهم هو بيدور على ايه، صح. فاهمني؟ فانا ساعده على فكره لمصلحه الموكل بتاعي. يعني يوسف قال انا اتسرقت، النيابه لسه بقى بتدور والشرطه بتبحث. طب انا وصلت، انا كمحامي وصلنا، جبنا كاميرات وجبنا شهود ورحنا بيهم النيابه، فخليت القضيه بتاعتك موقفها اقوى، عرفنا نجيب المتهم في القضيه عشان يتحقق معاه ويتحبس وتاخد حقك، فاهم؟ عرفت معلومه، عرفت هو مخبي الحاجه فين. فانت على سؤالك بتقولي ايه اللي يتقال وايه اللي ما يتقالش، هو مهم اللي يتقال يبقى ليه علاقه بموضوع، ونبقى عارفين اللي بنقوله ده ليه تفسير في القانون، ليه عقوبه، وفي دليل بقى انت بتجمعه، انت بتحط الخيوط بس قدام فاهم؟ عشان كده على ما كنا بنتكلم كنت بتقول لي المحامي معاك في انهي مرحله، لا بجد يعني كل حاجه. واحد داخل اتسرق داخل النيابه عشان يتحقق معاه، لا حقيقي محتاج يقعد مع المحامي يشرح له. يعني برضه خد بالك النيابه دي حاجه ليها هيبه يعني، فما ترتبكش عشان تعرف تقول اللي حصل ايه، فيقول لك لا ده وكيل نيابه هيسالك في كذا وبعدين يقول لك كذا، لا عندنا كذا، يعني ميكس يعني، انت فاهم؟ حضرتك حاسس ان ايه اكبر فرق ما بين من حضرتك عشت الاثنين؟ ايه اكبر فرق ما بين ده وده؟ بص، اظن نظرتي مختلفه عن بقيه الناس شويه. انا بعتبر ان انا قانوني. قانوني باللفظ ده ليه؟ انا وانا وكيل نيابه بشتغل قانون، وانا قاضي بشتغل قانون من زاويه تانية، وانا محامي بشتغل قانون من زاويه ثالثه. لان انت عندك اصلا يعني، خلينا مثال المحكمه نتخيل في ذهننا المحكمه 3 قضاه او قاضي واحد ونيابه ومحامي، ما دول اعمده ده الجيم يعني. النيابه بتقول الراجل ده قتل، المحامي بيقول الراجل ده ما قتلش، النيابه بتقول الادله بتاعتها، انا بقول العكس، وبيفصل بيننا ايه؟ القاضي. يعني ما هو النيابه بتترافع في القضيه وانا بترافع قدام النيابه. الفرق انا نظرتي ليها ان انا قانوني. البلاس بلاس عندي ان انا جاي من هنا، فانا يعني مستوعب تماما، مدرك جدا تماما. بعدين خد بالك انا اخر حاجه اشتغلتها يا يوسف كنت قاضي في محكمه الجنايات، فانا عارف بقى لما كنا بنقعد على المنصه وانا بقى اللي هنا مع ما كنتش انا رئيس الدايره يعني، لكن رئيس دايره اكبر سنا مني يعني، ولكن كنت قرارنا احنا الثلاثه، وكنت بسمع المحامي، كنت بسمع النيابه، وبندخل في غرفه المداوله اللي هي الاوضه اللي ملحقه بالمحكمه، ونقعد نمسك القضيه. وخد بالك الناس ساعات بتعتقد ان القضاه ده اللي هو منشي وبيتكلموا لغه عربيه فصحى وبتاع، بس هي الحقيقه القضاه وهو بيتكلم في مداوله دي، ايه رايكم يا جماعه القضيه كذا، ده المحامي قال كذا، طب نقرا، طب بتاع. المحامي الشاطر بقى يديك هايلايت للمحكمه، يقول لك بص ده في كذا، يجبرني بقى انا كقاضي بقى وانا داخل جوه، ما المحامي عنده حق، ده القضيه ما فيهاش شهود. هو اي واحد قال لاي واحد، يعني واحد جه قال فلان ضربني وسرقني وقطعني نحبسه؟ صح. مفيش لا شهود ولا دليل صح. ولا فاهم؟ فانا بعتبر نفسي قانوني، لكن قانوني لعب الثلاث ادوار. ما اعتقدش ان ناس كتيرة عارفة القانون فعلا حقيقته ايه، او القانون فعلا امتى هيبقى في صفك وامتى مش هيبقى في صفك. صحيح. وبعتقد ناس كتير قوي فاكرين القانون ابيض واسود. من تجربة حضرتك هل ده حقيقي؟ بص، القانون له تفسير. يعني انت لو دايما بتلاقي اي حد قانوني تبص على يعني المكتب مثلا عندك، تلاقي ورايا مكتبه كتب اللي هي ايه قد كده، دي تفسير، تلاقي كل الماده اللي هي في سطر شرحها، اركان الجريمه، اللي مش عارف ايه. القانون بالذات الجنائي وزنه، يعني عشان تعرف دي ماشيه ولا مش ماشيه، مقنعه ولا مش مقنعه، ادله نفي وادله اتهام. هو مش ابيض ومش اسود، مش 1+1=2، لانها في الاخر التركيبه. مش عارف اوصل الصوره ولا لا انا بس يعني انت زي ما كنت بشرح لك، بقول لك انا عندي ادله، ما هو القانون ثابت. كل من ضرب فلان كل من احدث اصابه بماده 242 بشخص وكان اصابته اقل من 21 يوم يعاقب بكذا، اكتر من 21 يوم يعاقب بكذا. بس ده هو مش بيقول لك كده ان كل واحد احدث، انت بيقول لك كده. انت بقى بتاخد الماده دي، طب هل فلان ضرب فلان؟ طب هل اقل ولا اكتر من 21 يوم؟ طب هل باداه ولا من غير اداه؟ طب ايه الدليل على كده؟ طب في شهود؟ طب في تقرير طبي؟ طب التقرير الطبي ده مزور؟ طب ده من مستشفى حكومي؟ طب ده مش تقعد بقى شوف، ما ده بقى الرمادي، عشان انت عايز تزق القضيه ناحيه البراءه. عشان كده لازم يبقى معاك محامي، عشان كده لازم يبقى معاك حد فاهم. خد بالك انا عندي قناعه تامه
مش بنقول للناس اقروا كتب المجلدات وبتاع، لكن خلي عندك درايه بالقانون، خلي عندك ثقافه قانونيه بسيطه. مش لازم على فكره تبقى، بس عندك فكره يعني، لانها حاجه على فكره كل الكليات في الجامعه، في هتلاقي دايما في سنه اولى جامعه بيدرسوا ماده، تلاقي بتاع كليه تجاره عنده ماده اسمها مدخل قانون. يعني حتى الدوله بتقول لك القانون ده شيء لابد ان انت تبقى عندك فكره، ما يبقاش عشوائي. مع ان احنا عندنا مشكله جامده جدا في مصر. المشكله دي إيه؟ حضرتك لو مسافر في انجلترا او مسافر، انا سافرت قبل كده مع وفد وانا في مكتب النائب العام لانجلترا، وخدت زي سيشن كده، حاجه تبع الامم المتحده، رحت اسم البوليس فاضي مفيش حد فاضي خالص اه والله ولا مسجون مفيش حد. تمام. اللي رحت محكمه النقض، رحت مش عارف ايه. هي الفكره انت لو عايش بره، يعني خد، لو انا جمال مسافر امريكا، فلاقي مثلا يافطه ممنوع ترمي حاجه على الارض، اخاف جدا. اوعى ترمي زباله على الارض، اوعى ترمي السيجاره على الارض، هيدفعوني غرامه $500. هيعملوا في مصر الناس، يعني انا اللي بستغربه، انت بتلتزم بقانون مش دولتك اصلا. طب ودولتك، طب ما تحافظ عليه. صح. طب ما الناس هناك مش فاهمه قانون برضو على فكره. يعني هل الناس في امريكا مثلا ثقافتهم عاليه؟ في ناس على فكره تعليم اوحش مننا بكتير على فكره، وما حدش مكمل، محدش مكمل حاجه في اي حته صح اصلا. صح. فاهمني؟ طب الراجل ده بقى اللي مش مكمل حاجه ملتزم. فانا عشان كده بقول لازم عندنا درايه قانونيه عشان ما تقعش تحت طائله ايه؟ اسال وما اسالش. يعني حتى خد بالك في المنازعات المدنيه، بقول لك ايه، بتاجر شقه، عندك شقه يا يوسف وبتاجرها، انت بتاجرها. يعني انا عندي كيس كده، واحد اجر فيلا لشخص وحاطط في العقد بتاعه شرط، بقول له انا لما عاوز اطلعك هنزرك قبلها بشهر، اقول لك امشي. فهم قرروا انهم ينزروه عشان يمشي، والراجل رفض انه يمشي، فدخلنا في قضيه طرد وقضيه مش عارف ايه. اذا العقد اللي انت بتاجر بيه ده، ساعات الناس تاخد امور ببساطه، يقول لك هات عقد من المكتبه. مظبوط. ايه عقد من المكتبه ده؟ مظبوط. الله. هو قانون بيباع في في المكاتب. الرصيف. دي غريبه جدا على فكره، لازم تراجعه، ادي لحد يبص عليه بص. ولان ممكن يتحط لك بند شرط جزائي في النص، لا ما يتحلقش بند انه يكتب لك مثلا تحت ايه ويجدد تلقائيا. تلقائيا وانا افضل قاعد بقى، الراجل قاعد في بيتي مش عارف ابيعه. يا نهار ابيض. لازم ده بقول لك تفصيله بسيطه، دي حاجه كلنا ممكن نتعرض بيها، سواء انا مستاجر، ممكن واحد عايز المهله 3 اشهر، انا راجل ما عنديش فلوس غير تسمح لي بشراء وعايش في ايجار، فلازم وانا باجر ابقى حاطط يعني اديني مهله، بلاش شهر دي، خليها 3 عشان اعرف الاقي حاجه جيده، خليها مش عارف ايه، الزياده السنويه قد ايه، العقد مدته قد ايه، ببيع حاجه، الضريبه العقاريه فين، مين اللي عليه الالتزامات. ناس ساعات بتكتب ثمن البيع، يعملوا عقد مضروب كده، يقول لك الشقه دي ب1,000,000 جنيه وهي ب10 عشان يتهربوا من ضريبه، فيدخل في تهرب ضريبي. يعني بندخل في، فاهم؟ فبقول لك الدرايه القانونيه بسيطه، حتى المدنيه. يعني مثلا يوسف انت عندك شركه، لازم مش لازم، على فكره انا اغلب رجال الاعمال اللي اعرفهم، انا والدي رجل اعمال على فكره، بيفهم قانون كويس جدا. يعني انا اتعلمت منه اصلا الحته دي، يعني انه لما بتيجي تشتغل في حاجه، يعني رجل الاعمال بتاع البيزنس الشاطر بيفهم قانون، يفهم قانون الشركات عشان اسس شركه، يعني ايه شركه مساهمه، الاسهم تتظبط ازاي. يعني ساعات بيجي لنا كيسز في المكتب عندنا، خلاف ما بين شركاء، شركه مساهمه مثلا اسهمها 50-50، انا 50% ويوسف 50%، دي كارثه. مين هياخد القرار؟ صح. لازم حد يركب التاني، صح. او نجيب شريك تالت ياخد 1% عشان اخلص. لكن دي بقى عقده جوه هيئه الاستثمار، ولا عارفين نوزع ارباح، ولا عارفين نتوسع، ولا عارفين، توتال لوس. فاهم؟ فعشان كده بقول لك لازم في درايه معينه بالقانون، لازم عندنا قدر. كانت ايه اللحظه اللي حضرتك قلت ان جاء الوقت ان انا I have to leave. I have to leave؟ شوفوا الشغل بخير. كانت ايه اللحظه اللي حضرتك قلت انك هقول لك محتاج تمشي؟ هقول لك حاجه. انا طول عمري قلت لك انا عندي مفهوم القانوني. انا اخر 5 سنين شغال مستشار قانوني في مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في رئاسه مجلس الوزراء، وما زلت يعني بعد ما استقلت ما زلت في نفس المكان. فلعبت دور القانوني كمستشار في وزاره تبدي اراءه، ففاهم يعني ايه قانوني. كان دور المحامي ده دايما بيلعب في دماغي بقى،
يلفت انتباهي. انا بقى مثلا عندي قضيه او في المحكمه، اقول المحامي ده لو قال كذا القضيه دي هتخلص. بس انت ما تقدرش توجه المحامي. يعني القاضي ما ينفعش يقول للمحامي قول وما تقولش. انا قاضي بقى، انت قول وانت قول وانا هحكم. بقى جوايا وقعد اقول. يعني انا ما انساش في مره كنت قاضي في محكمه الفيوم، وكان ساعتها القانون كده يعني سرقه التيار الكهربائي. عارف يسرق طيار بيعمل وصله، فكان جاي لي محضر سرقه تيار كهربائي. سرقه التيار الكهربائي دي لو اللي مرتكب الجريمه موظف عام، يعني واحد شغال في الحكومه، الجريمه بتتحول من سرقه جنحه الى جنايه. الجنايه دي ممكن عقوبتها بقى 5 سنين 7 سنين 8 سنين، من حاجه من 6 شهور فاهم، او من شهر فدايما كانت النيابه بتستعلم عن وظيفه اللي سرق التيار ايه. فجالي المحامي بيترافع في قدامي، كنت انا قاضي جزئي يعني قاضي لوحدي في محكمه الجنح. قال لي يا فندم الراجل المتهم ده راجل محترم، ده موظف في وزاره الزراعه. يا نهار فانا بقى يعني قاعد، انت المفروض انت ما بتنطقش يا استاذ. يا فندم الكارنيه اهو، بيحطوا لي في وشي. قلت له طب معلش نزل بقى الكارنيه بلاش بقى الكلام الفارغ ده تودي الراجل بتاعك في داهيه. فقلت له بقول، والاساتذه المحامين كانوا واقفين بقى بداوا يلقطوني ان انا مش عايز ما يستاهلش، ما هضيع الراجل، فعشان التزم يعني بالقانون، يعني فين روح القانون. قلت له بقول لك، رحت واخد الكارنيه من ايده كده، قلت له بقول لك يا استاذ الكارنيه ده حطه في جيبك ما تطلعوش تاني ابدا. قلت له هعتبر ان انا ما شفتوش. قال لي، قلت له يا استاذ التيار الكهربائي ده مال عام وانت بتقول لي انه موظف عام. وصلت يا فندم. لا يا فندم احنا بنطلب براءه وحط الكارنيه في جيبه. شكرا. فساعات انت بقى يعني انت جواك ما في يا جماعه الفيلد مفتوح، وساعات بتحس ان انت عندك لديك القدره انك تعمل حاجه اللي انت عايزها، وفي نفس الوقت ويمكن الكلام ده انا سبق وقلته قبل كده، لك حريه الاختيار. القاضي بيقوم برساله عظيمه، بس جاي له 50 جنايه هيقرا ال 50 جنايه وهيحكم بال 50 جنايه. انا بقى ممكن يجي لي قضايا اقول لا مش عايزها، ومش ناحيه ماديه، مش متحمس للقضيه. عندي مشكله مع الموكل، يعني موكل في ناس شكاكه زياده عن اللزوم مزعجه، فخلاص اسيبها واخد غيرها. حسيت ان انا لدي قدرات العمل الحر، لان على فكره هو مش كل الناس اللي كانت شغاله تحت طائله القضاء بتعرف تشتغل في المحاماه. هو تقريبا مفيش حد عمل اللي حضرتك عمله. لا بص، في ناس كتير عملوا الموضوع ده، بس احنا يمكن كنا السنه اللي فاتت كنا زي ما بيقولوا ايه الطلقه طلعت في بدايه السنه، لان احنا الحمد لله الناس كانت اسمائها جيده جدا جوه النيابه. ونقول لك كلام بقى باللغه العربيه، وتبوأنا اماكن جيده جدا برضو، وعلاقتنا بالاعضاء النيابه زمايلنا اخواتنا عشنا معاهم 20 21 سنه. فاحنا لما الكوادر دي تطلع، يعني كان معايا ناس شغاله معايا اتخضوا، لك يا جمال بيك بلاوي ليه فاهم. بس كل واحد بيبقى عنده فيجن، وكل واحد بيبقى عنده اسلوب حياه. يعني انا النهارده يومي مرتبه وفقا لشغلي واللي انا عايزه. لا قابلني بالليل، لا طب انا يعني كنت لسه بقول لك قبل ما نبتدي، بقول لك كنت في اسيوط، مجهود ومشوار ومش عارف. انا شايف ان انا بحقق حاجه، يعني شفت ان لدينا القدره دي انا وعبد الله. فعشان كده قلنا نبتدي، وخصوصا ان احنا اصحاب، فقلنا نبقى الحاجات دي محتاجه جرأه، لان برضو انك تتخلى عن مكانه رفيعه زي القضاء، ان انت سعيت ليها. صح. وهم بيختاروا، هو اي حد بيقدم في يبقى وكيل نيابه بيروح؟ لا، بيقدم 10000 بياخدوا 200. طب انا كنت واحد من ال 200 دول، فانك تتخلى عن ده. بس انا حسيت ان لا، ده انا اكتسبت خبره كبيره جدا 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 جدا. اشتغلت جنائي ومدني واشتغلت اسره. يعني الاسره دي يا يوسف هذا البند من المحاكم، وبالك المحامين بينظروا للقضايا الاسره انها قضايا مهمه، ولكن اتعابها مش كبيره، يعني مادياتها قليله. مش زي قضايا الاسره زي ايه؟ واحده عايزه تطلق من واحد فبترفع عليه خلع، او حاجه اسمها طلاق للضرر، واحد ما بيصرفش على اولاده، نفقه نفقه صغار، اجر مش عارف ايه، يعني ليها كام حاجه. انا اشتغلت الاسره دي في المحاكم الابتدائيه وفي الاستئناف اشتغلتها. الموضوع ده النهارده واحنا بنتكلم كده هو مسار حديث مصر، ان قانون الاحوال الشخصيه وقانون الاسره بيتناقش في مجلس النواب عشان يتم تعديله. في حاجات بقى انا مثلا عشتها
في الاسره واشتغل في المكتب عندنا قضايا اسره، ولا انظر للاتعاب بتاعتها على فكره، لان الاسره دي حاجه انسانيه. يعني النهارده مثلا هديك مثلا مثال، في القانون واحد متجوز طلق، ايا كان الاسباب ايه، مين صح ومين غلط، خلاص ربنا اراد ان العلاقه دي تنتهي، العلاقه دي نتج عنها اطفال، القانون بيحمي الام عشان الاطفال. طيب الاب، خد بالك الاغلب في القانون الحالي حقوق الاب الرؤيه. يعني في محامين لما يجي له راجل يقول له انا عايز ارفع قضيه على طليقته، لا مش عايزك، ياخد الست، لان الست قضاياها كسبانه، النفقه بقى مش عارف ايه ونفقه ايه واجر مسكن ايه وتمكين من حيازه البيت هتروقه، فاهم؟ والمحامي هيبقى يستعرض عضلاته فيها، فاهم؟ الراجل بقى بيكسب قضيه واحده بس، قضيه الرؤيه، ان يشوف ولاده لمده 3 ساعات في مركز شباب او نادي. خد بالك ده موضوع، يعني انا ليا صديق ليا وخدت له القضيه بتاعته، هو بطل يروح الرؤيه، جاله اكتئاب. يا نهار ابيض. بيشوف ابنه 3 ساعات في مركز شباب في البساتين، راجل دكتور بيقول لي مش قادر. بعدين ما انت اللي جنبك برضه ناس بتشوف ولادها، صح. لكن انا في السجن برضه صح، واحد صح. ده بيحضن ده وده بيعيط، ايه ده في ايه؟ ما مش دي. طب يا جماعه ما تسمعوا الموضوع اكتر من كده، وده بقى اللي بيتعدل، خد بالك، ما ده نداء. يعني ما الدوله من كتر الضغوط اللي حصلت في الكلام ده بدا بقى في حاجات للام زياده، وبقى في الراجل بقى ليه حق. يعني انت عندك الحضانه مثلا، خد بالك انا بديك ايه انفورميشن قانونيه، تمام؟ الراجل طلق، الولاد حضانتهم مع الام لحد سن ال15، الام ماتت اتجوزت، بتسقط عنها الحضانه، تروح لمين بعد الام؟ ام الام، حاجه اسمها العصبات من النساء. بعد ام الام الخاله، الخاله الثانيه، الاب ده ما ملوش لازمه، تمام؟ جينا بعد كده يبتدي بقى ايه؟ ام الاب. بص هنقعد نلف حوالين الاب انت نو مش هتاخد، تمام؟ فهتقعد ايه تحوم حواليه، كويس؟ طيب مالكش حق في حاجه اسمها الاستضافه. يعني طب ما انا عايز ابني يجي يبات معايا في الويك اند، طيب يعني عادي يعني، صح. ايه الازمه يعني؟ عشان هتبقى في كونكشن يعني، تمام؟ وفي بعض السيدات بياخدوا الموضوع ده كبريشر على الراجل، فيوم حتى يوم الرؤيه بتاع مركز الشباب تسقط يوم ما تروحش، زله بقى، روح اقعد في النادي كلم نفسك، فاهم؟ وتيجي له مره او مره لا، مش عارف يعمل ايه، فاهم؟ ده بيتعدل مثلا دلوقتي which is good، ده ماستر انه يتعدل، وهتبقى الحضانه ده جنان بالنسبه لي. وهتبقى الحضانه للاب بعد كده. بس هو فعلا الاب بيتفشخ في القضايا زي دي. والله كان بجد، والله كان بجد، هو فعلا بيتفشخ. المفروض ان احنا يدفع يا باشا بس، صح. حصاله، فاهم؟ بس هو مش الصح ان هو فعلا يروح للام عامه، عشان المفروض ان الام ليه لا حنان هو وفي بتعدل دلوقتي. لا اصل عايز اقول لك حاجه، ما هو انا بس هم تقريبا اللي هيتنص عليه ان لو الام اتجوزت يبقى الاب لو كواليفايد ياخد زي بره، ما زي حته في الدنيا. على فكره انت عارف بره في ستات اصلا مش عايزه العيال اساسا يعني، فعلا. طبعا لود. خد بالك ما هو برضه في نقطه تانية، ان الرجاله ساعات بترازي الست، ما انت خد بالك عشان احنا بنقول الاب خد بالك، ساعات الاب ده بيبقى خطير، صح. يعني الاب صح. ده ممكن يخلي الست تلف حوالين نفسها، صح. ما يدفعش حاجه خالص، مش ايده، مش عايز تطلقي ست الكل، ربنا معاك، وترفع عليه قضايا وما يدفعش، يدفع في اخر لحظه، يسيبها هي كده ايه لايصه. وشفت عندي حالات قضايا الستات بتكلم نفسها. انا جات لي واحده يا يوسف في المكتب بتطلق، قالت انا بص متنازله عن جميع حقوقي الماليه، مش عايز حاجه، شكرا. ومنك كنت عايزه تطلق. هتطلق يعني بص، بس ده راجل هتلاقيه. ايوه لا قفلت في ستات بتروح قافله ولا عايزه فلوس، وانا هشتغل واصرف على اولادي مش عايزه منك حاجه. خد بالك في حاجات مأساويه للستات، في رجاله بتدفع الفلوس في خزينه المحكمه، اللي هم ال1000 جنيه اللي هيدفعهم لابنه، كمان مش بيديلها ال1000 جنيه في ايديها، بيروح حاططها في المحكمه. لما بقول لك لا انت مرضيه، خد بالك بيرازوا بعض. على فكره الموضوع اللي انا بحكي لك كده ده راي عام، النائب العام النهارده طلع قرار للراجل اللي مش هيدفع هيتمنع من السفر، مش هيدفع فلوس ولاده. انت عارف ما بتدفعوش فلوس مدارس، يقول لك مش هدفع، ارفع عليا قضيه.
بتدخل بقى في حاجه، ما اللي يفك الاشتباك ده ايه بقى؟ المحكمه والقانون. صح. يا نهار ابيض، يا نهار ابيض. انت عارف زي بره مصر مثلا، انت بتلاقي الناس ليه بيخافوا كمان من الجواز، ناس بره عشان الموضوع الفلوس في برينوب تقريبا اللي هو الالتزام ده بقى يعني. انت هو هل في حاجه في مصر؟ لا مفيش وما ينفعش. مفيش موضوع اللي هو بص، في شويه كلام قصار كده على السوشيال ميديا، لكن هو كلام فارغ الحقيقه، مش حقيقي. اللي هو ان تاخد نسبه مش عارف ايه لو طلقها غصب من غير ما تعرف، يعني في شويه كلام بيثار كده، حتى انا من الحقيقه ما ركزتش فيه يعني، قلت لحد ما القانون يصدر نبقى نقراه. بس انا يعني اللي احنا فيه ومطمئن ان الكفه هتتوازن شويه يعني للاثنين يعني، فاهم يعني؟ لان انت برضو مع الاسف انت بتلاقي الناس اللي هم كانوا عشره لما بتحصل مشكله صح. تقطيع، صح بيقطعوا بعض، تقطيع انتقامي. وعلى فكره ده الموضوع بيدخل ساعات في جرائم جنائيه بقى، خناقات وضرب وخناقه على شقه، وده تجيب اهلها ويسرق العفش ويعمل مش عارف ايه. يعني الموضوع بيبقى، مع ان الموضوع ده قصدي خد بالك، انت اكتر عدد قضايا مرفوعه في مصر هي قضايا الاحوال الشخصيه. فعلا. طبعا اكتر من اي حاجه تانية، اكتر من اي حاجه تانية. ده كان في احصائيه مش متذكرها بالظبط، مش عارف نسبه من كام لكام مطلعين ورافعين قضايا، ويعني ايه اكبر حاجه اتغيرت او اكتر حاجه اتغيرت في اللي حضرتك شفته زمان واللي انت حضرتك بتشوف دلوقتي كمحامي؟ بمعنى زمان ايه؟ ايام ما كنت قاضي يعني. اتغير في ايه يعني؟ نظرتك الشخصيه للامور اتغيرت ازاي؟ اتغيرت في حاجات معينه يعني. اتغيرت بمعنى ايه؟ يعني انا كنت ساعات اعتقد ان انا وانا قاعد والقضيه جايه لي ان انا ملم بكل التفاصيل، لكن لا، انا اكتشفت ان في تفاصيل خارج المحكمه وخارج غرف التحقيق انت ما تعرفهاش. يعني ساعات بيبقى في ابعاد انت ما تعرفهاش جوه القضيه. ساعات يعني اقول لك حاجه، انت ممكن تلاقي شاهد راح شاهد زور عشان ده دفع له فلوس فراح شاهد، فانا بقى وانا في النيابه ممكن ما اعرفش شاهد زور على فكره. انا كنت موجود ويحلف اليمين يقول والله العظيم، يقول الحق والله العظيم، ايه اللي حصل؟ والله حصل 1 2 3 4، وده ما حصلش. يا نهار ابيض. فاهمني؟ انا بقى دلوقتي وانا في الخارج في المحاماه، لا، شايف ده بيتفق مع ده وده بيقول لده وده بتاع، وده طبعا حاجه ده سلوك ما نسلكوش يعني. لان احنا خد بالك اللي زي حالاتنا كده اللي جاي من مدرسه النيابه والقضاء، في الاخر مهنه المحاماه مهنه شريفه، وهنشتغلها بشرفها، مش هنشتغلها بجوانب مش مظبوطه يعني. انت فاهم؟ ومن ناحيه المكتب بقى، ايه قضيه حضرتك وسياده المستشار عبد الله فخورين بيها؟ والله يا يوسف اقول لك حاجه، هقول لك حاجه، احنا كان عندنا واقعه كده قريبا لناس جولنا مظلومين. كان تم الناس دي وولادها او وابن من ابنائها يعني. الست دي كانت جايبه عامل عندها في البيت بيعمل اصلاحات، كانت سايبه ظرف اعتقد فيه $1000 او حاجه زي كده. سرق $1000 العامل ومشي. اكتشفت بعد في الستينات من العمر ما لقيتش الظرف، فكلمت العامل وكلمت ابنها، شوف الراجل سرق الحاجه. الراجل قال لها ايوه انا هرجعها، حاضر انا جاي لك نتفاهم. جه وقفت تحت مع السكان، ده خد فلوسي، ده مش عارف ايه، طب نطلع نتفاهم في البيت. قال لها طب هطلع مع حضرتك وانا كنت صرفت جزء منها عايز ايه يعني يقسط لها بقى الفلوس، مش عارف ايه. قاعده هي وابنها، فجاه الراجل اللي هو سرقها ده مات بلا اي مقدمات، وقع في البيت عندهم. مصيبه. تمام. هم ناس محترمه راحوا عملوا ايه؟ الاسعاف البتاع انعاش، شالوه وطلعوا بيه على المستشفى. المهم جه البوليس، ألقى القبض على الأم وألقى القبض على ابنها. تمام. وتم عرضهم على النيابة العامة. النيابة العامة المشهد اللي عندهم إيه؟ إن الراجل ده تم استدراجه من تحت مشهد لفوق مات. فإحنا محتاجين نشرح نعرف كنهة الراجل ده مات إزاي. وجوه الشقة مفيش شهود. أمه وابنها قضية قتل، والراجل تم توجيه لهم اتهام القتل العمد. وكان ابنها التاني كان برضو حضر في الاخر، تم توجيه الاتهام برضو الاحتجاز اللي هي الخطف والقتل العمد، واتحبسوا 4 ايام وتجدد لهم 15 يوم. في 15 يوم انا جات لي القضيه في مرحله الناس دي محبوسه بقى لها شهر ونص. بحكم الراجل جاي اصلا من النيابه وفاهم يعني، انا فهمت القضيه. قلت هيجي تقرير الطب الشرعي، سكته قلبيه بتاع حاجه ملهاش علاقه بالموضوع يعني. بس كنت حريص ان الناس تخرج يعني، ان اعتبرت دي زي يعني اكنها امي يعني او حد قريب يعني. ما
حقيقي موضوع قدري جدا، وحقيقي كلنا كان ممكن نتعرض للقصه دي. صح. فبدانا نروح النيابه ونروح تجديد الحبس، نترافع عشان يتخلي سبيلهم، الى ان القضيه النيابه جه تقرير الطب الشرعي قال ان الوفاه نتيجه ميكس مخدرات، يعني واخد نوعين اختلطوا مع بعض عملوا له هبوط في الدوره الدمويه مات. فالنيابه حفظت القضيه، حفظت القتل، ولكن مسكت في الاحتجاز. انتوا احتجزتوه؟ صح. بس احنا احتجزنا بقى ولا عملنا حاجه. نزلت القضيه المحكمه الحمد لله، خدنا فيها براءه ليهم. النيابه استأنفت، يعني النيابه اعادت محاكمتهم. النيابه مصررين يعني. في تمام. هم برضو القضايا اللي فيها دم وبتاع هيقفلها، واحنا برضو مصممين ان ننهي الموضوع بشكل. نزلنا الاستئناف وخدنا براءه مره تانية نهائيه والناس جولي المكتب بقى، انا مش شفتهمش خد بالك، يعني دول موكلين عندي ما اعرفهمش محبوسين. فلما طلعوا جولي المكتب بقى وجايبين لي ورد وجايبين لي بتاع واحضان وعياط وحاجات زي كده، قلت لهم انا عارف القضيه دي انها تتحفظ يعني، او انها تاخد براءه يعني. فدي قضيه، القضيه دي انا ببقى مبسوط بيها، ان دي يعني مظلومين فعلا، يعني في موقف كلنا كان ممكن نتعرض ليه يعني. البراءه احساسها ايه؟ والله هقول لك حاجه بقى، في حاجه في مهنه المحاماه او مبدا، وهتلاقيه موجود عند كل الاساتذه الافاضل اللي بيمتهنوا المهنه يعني. انا البراءه احساسها حلو اكيد، عامله زي كانك دخلت ماتش وجبت جول، طلعت الماتش كسبان تمام، ولكن انا بجتهد وبعمل اللي عليا، النتيجه مش بتاعتي، انت ليك ان اعمل اللي عليا. السعي، فاهم؟ السعي، انا بعمل اللي عليا، بعمل لك الاستئناف، بشوف لك شهود، بجيب ادله، بحط دفوع في بتاع، بحضر مرافعه اقعد اذاكرها اجتهد فيها، اجي في المرافعه اجي قدام القاضي اشرح له الموقف عامل ازاي مش عارف ايه. ننزل احنا 3 محامين نترافع في قضيه واحده عشان ندي القضيه باور، مش يعني ايا كان البلان اللي هنعملها ايه. لكن انا ما البراءه شيء مفرح اكيد، ولكن عموما انا مادام انا دايما بقول للناس على فكره اللي بيجي لي كده، قول لي والنبي يا جمال بيه ما وصكش على ده، مش هقول له بص انا مادام قبلت موضوعك بقى موضوعي. قلت له بقى موضوع ايه؟ بيرسونال، يعني اعتبر ان دي حاجه شخصيه بتاعتي خلاص، فانا هعمل فيها اللي اعمله لنفسي او لابني او لحد قريبي او بتاع. ف نظرتي للمحاماه عامله كده يعني. وحضرتك تفتكر ايه اكبر او ايه اكتر حاجه بتفرق مكتب الجبلاوي مهدي عن اي حد تاني؟ بص هقول لك حاجه برضو، في دي هيستدعي ان احنا نرجع بالذاكره زي الافلام ونعمل خلفيه كده وموسيقى وبتاع. لما ابتدينا مع عبد الله احنا في دماغنا شكل او هيكل، يعني عايزين دي تبقى مؤسسه قانونيه. مش يعني مكاتب المحاماه غالبا بتلعب بالذات في الجنائي على الوان مان شو، والله فلان ده قادر على الاقناع، بيعرف يتكلم، بيعرف يشرح، بيعرف يؤدي، بيذاكر القضيه بتاعته كويس، فتلاقي مكتب فلان، مكتب فلان ده بيساوي كتير جدا وهو شاطر فعلا يعني. انا حابب جمال شاطر، عبد الله كويس، وفلان ممتاز، بس حابب الموضوع يبقى مؤسسه قانونيه، يعني مفهوم اللو فيرم. ان انا عندي، يعني انا قلت لحضرتك انا انضم ليا في المكتب ناس قضاه سابقين معانا برضو اصغر مني سنا يعني، وسينضم قريبا اكبر مني سنا، تمام، ما شاء الله. خبرات. فاحنا من ساعه ما بدانا كنت جمال وعبد الله ومعينين محامي صغير معانا بيساعدنا، روح شوف كذا اعمل كذا، صغير فعلا يعني 24 سنه تمام، بس انا كنت عايز ايد ليا اعرف اتحرك معاهم، معانا لحد النهارده وانا بتفائل بيه يعني. شويتين جبنا حد تاني، شويتين زودنا حد تالت، شويتين كل ما الشغل بيزيد بزود التيم ورك اللي معايا. فانا دلوقتي انت داخل المكتب ده ايه اللي هيفرقني؟ حاجتين، واحد ان انا راجل ستريكت وشفافيه مطلقه، حضرتك نسب نجاحك في القضيه دي كذا، لا يا فندم القضيه دي انت هتتحبس فيها. لازم ابقى صريح. صح. عايز اقول لك حاجه، انا دايما بشبه مهنه المحامي زي الطبيب، زي الدكتور. يعني لا قدر الله لو واحد مصاب بكانسر راح له الدكتور هيقول له انت عندك كحه؟ هقول له ايه؟ زي بره، زي الاجانب بيعملوا ايه يعني. انا ما فيش اي حد عتاب. حد من العيله يعني كان مصاب بكانسر، كان بيتعالج في انجلترا، قال له كده 5 سنين، انت في خلال 5 سنين جيم اوفر. وفي اخر ال5 سنين بدا يروح البتاع ويجيب علاج تجربه من امريكا ومش عارف يعني شهور. بس انا ليه بقى مكلف نفسي وبسافر للراجل الانجليزي بره؟ ما يضحكش عليا،
مش معنى كده ان انا بيجي لي راجل هسيبه، بس عايز اقول له انت هتاخد احسن فرصك. فاول حاجه ان انا راجل صريح، هبقى معاك، هتاخد احسن فرص في القدر المتاح بحجم القضيه بتاعتك، اللي انت تبقى متاكد انت طالع من عندي مش هتعمل احسن من كده. رقم 2 المؤسسه. يعني انا عامل حاجه كمان في فكره الفلوس، لان انا وجدت ايه، ما انت خد بالك انت لما بتيجي تدخل من، انا راجل قاضي باخد مرتب، عندي كل يوم او بقول لك 2500 قضيه تحقيق، انا باخد مرتب مش باخد بالقضيه. طب انا دلوقتي بشتغل باتعاب بقضيه، لو انا جيت قيمت نفسي بقيمه الساحه، بقول انا راجل خبرتي 21 سنه في المحاكم واطلب رقم كبير جدا عشان انزل اترافع في جنايه، طيب ما انا، طب لو جاي لي واحد مع نص الفلوس دي هقبله، بس وانا اللي هكتب له المذكره، بس هديها للزميل اللي معانا في المكتب اللي هينزل يترافع في القضيه، هحيلها لواحد تاني. يعني ما بلويش دراع الناس بالفلوس، لان عايز اقول لك اكنها يعني جمال اشتغل القضيه دي كذا، بس مش هسيبك، مش هسيبك معايا. عندنا قسم الكوربريت والشركات، عندنا قسم تاسيس الشركات، انك بتاسس الشركه زي ما كنت لسه بقول لك 50-50 لو في شركه مساهمه مش عارفين، اشتغلنا في الكلام ده كله. عندنا ناس بتجي لنا على فكره في عايز اقامه، عنده مشكله في الجوازات والهجره، عنده مشكله في مش عارف ايه اجرائيا، واحد عايز رخصه ايه، عايز ترخيص إيه، عايز يرخص عايز يسجل شقته، عايز يسجل شقه في كومباوند، ما دي اجراءات محاماه واخدها. فانا عامل الفكره ان انت تبقى كيان، حضرتك داخل هنا في فلوس وفي اتعاب، بس انا مش هلوي دراعك بالفلوس، وفي نفس الوقت عندك جميع الشرايح وكلهم ناس تراستد، يعني واخدين كذا ختم عشان تبقى مطمن ان انت الخدمه القانونيه اللي بتاخدها متكامله. ولو انا حابب اشتغل مع مكتب حضرتك، الاجراء ممكن شكله عامل ازاي؟ يعني انا لازم يبقى عندي خبره قد ايه عشان تشتغل في المكتب؟ لا على فكره انا بعتبرها كأنه بوست كده. يعني انا مثلا الايام دي فعليا انا عامل اعلان ان انا عايز ناس في حد في الكوربريت وحد في الليتيجيشن، تمام؟ بختار انا ايه الشريحه اللي ناقصه من عندي يعني. وفي ناس بتبعت لي بالايميل، يعني على فكره لو حد بعت لي، وبقابل الناس كلها، بقابل الناس كلها. وعلى فكره لو انا حتى خلاص عينت حد، بكمل المقابلات بتاعتي او بشوف كل السيفيهات اللي جات لي. ليه؟ لان حسيت ان من الذكاء ان يبقى عندي داتا بيز بناس قابلتها وصنفتها وقيمتها محطوط. فانا المره الجايه لما عاوز حد اكلم محمد، انت لسه بتشتغل؟ طب ممكن اقعد معاك واقعد معاه، اشتغلت فين؟ بتاخد كام دلوقتي؟ طب اديك اوفر احسن؟ طب انا بعمل مثلا حاجه مكاتب المحاماه ما بتعملهاش، انا بعمل تامين طبي في احدى الشركات الطبيه، اغلب مكاتب المحاماه ما بتعملش كده. طب انا حريص الراجل اللي شغال معايا محامي ده لما يتعب ارميه صح. والله يحس ان هو في جنبه، من اول الاوفيس بوي عامل له انشورنس طبي لحد اكبر واحد، لان دي حاجه لازم احسس الناس بانتماء للمكان. صح. لان انا بفكر بتفكير مؤسسي مش هدفي كده. يعني احنا الايام دي احنا في الزمالك بنبحث عن مكان تاني في التجمع، لان المكان هناك مبقاش متسع للناس اللي ما موجوده شاء الله. عندنا، فعايزين نعمل توسع يبقى موجودين في التجمع. وبرضه انا ساكن في التجمع، تعبت من المشوار، فعايزين يعني الحياه تبقى احسن يعني. لا يعني سيادة المستشار ده شرف ليا ان احنا قعدنا مع بعض. لا ده انا اللي اتشرفت. لا والله العظيم الله شرف يخليك. شرف حقيقي ليا احنا تسلم ان احنا قعدنا مع بعض. ويا رجاله لو في اي حد عنده اي اسئله، فرح لو عندك اي سؤال على قصص، احنا يعني لينا الشرف ان حضرتك موجود كلنا معانا قصص. النهارده. لا والله العظيم بجد. لا ده انا اللي اتشرفت والله جدا.